من مدينة من عليها الله بالسكينة والسلام، ومن تلك الأزقة القديمة التي تحمل بين طيات صفحاتها تاريخا عظيما لإحدى أكبر المدارس الإنسانية على مر العصور. فرغم بساطة العيش هنا تجد فيها الكثير من العجائب التي لا تخطر على عقول الناس. فيض من بحر العلوم الإنسانية والفيزياء والكيمياء يخطها بصمت رجل دين يسكن في هذا المكان البعيد عن أنظار العالم. هنا تجد الزهد يمر باستحياء لما يرى من جليل الزهد ونكران الذات. المرجع الديني عدي الأعسم من عائلة نجفية عريقة على خطى الشيخ البهائي يحط رحاله نحو علوم الفيزياء والكيمياء ليكون من ضمن مراجع العلم في مجلة الأبحاث الدولية متعددة التخصصات والمجلة الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات. اختراع حزام التبريد للجسد، بحث كيميائي للشيخ الأعسم حول إمكانية علاج أمراض معينة باستخدام مواد أولية من النهر. خلال ساعات يخلص هذا الحزام الجسد من الحرارة المرتفعة ليستطيع الجسم استعادة حيوية أعضائه خلال أيام. الحزام المبرد كبحث نشر في مستوعب سكوباكس، وهذا البحث يتناول النظام الحراري لجسم الإنسان حيث انقلب عما كان عليه بعد عصر اكتشاف النار، حيث دخلت بعض المواد الكيميائية بعد تناول الطعام المعالج بالنار، فسبب تغييرا لبرمجة هذا النظام. ولذلك نجد الطفل في الأشهر الأول، وهاي مسألة مدهشة بصراحة، لا يكاد يتعرق إلا نسبيا، حتى إذا وضع في قماط سميك في الصيف. الحزام مكون من قماش خفيف، من مكوناته غرين النهر والطين، وهذا الأخير فيه عناصر تناظر العناصر المهمة في جسم الإنسان، فكأنه يسبب له استعادة للنظام المفقود، ولذلك يسبب له شعور بالبرودة الخفيفة، ويعالج له عدد من الأمراض مثل القولون، اضطرابات القولون، الرئة، وكذلك الكلى والسوفان لمن يضعه في الوسط، وكذلك لمن يضعه على العنق بعد ترطيبه بقليل من الماء. يعالج له الدرقية وآلام الرقبة، وكذلك الصرع والصداع والشقيقة عند وضع الحزام على موضع الألم. طبعا أنا أعاني من آلام في الظهر بالفقرتين الرابعة والخامسة، وأعاني من القولون كذلك. طبعا بالنسبة لآلام الظهر راجع الدكاترة كثيرا قرروا أنه يجروا لي عملية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن أرشدني إلى الشيخ الأعسم وأعطاني الحزام المبرد، نصحني أن أنام به، والحمد لله رب العالمين وجدت تحسن سريع من أول ليلة. وكذلك آلام انتفاخ القولون. بعد إكمال إلقاء محاضراته في علم الأصول والفقه، يجلس الشيخ الأعسم في منزله المتواضع ويبدأ بقراءة الكتب العلمية التي تعتبر خير جليس له بعيدا عن ضوضاء المدينة.